السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن اخر نوع من انواع السورتد الجوريزم، وهو الميرج سورت. باختصار كده فكرته ان انا باخد المصفوفة اللي عندي وبقسمها نصين. باخد كل جزء لوحده. مثلا وليكن خدنا الجزء اللي على الشمال، فببدأ ان انا اخد الجزء ده واقسمه لنصين، هجيب المنتصف بتاعه. وببدأ ان انا اقسم كل جزء عندي لنصين لحد ما اخلي كل عنصر لوحده. بعد كده ببدأ ان انا اخد العكس بقى، ارتب كل عنصر وانا راجع بقى بنفس الطريقه، بس وانا راجع. طيب تعالوا ناخد مثال بسيط جدا يوضح لنا. عندنا هنا مثلا مثال بسيط جدا، عندنا مجموعه من العناصر اهي. هبدا ان انا اعمل الاندكس بتاعهم بس عشان نعرف نجيب المنتصف. هنا صفر، هنا واحد، هنا اتنين، هنا تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. طيب أول حاجة بعملها بجيب المنتصف. طيب المنتصف في الأول بتساوي إيه؟ هنا الميد بتساوي النهاية، البداية اللي هي الاندكس بتاعها بزيرو، زائد النهاية الاندكس بتاعها بستة على الاتنين تساوي تلاتة. فعندي النهاية طلعت العنصر اتنين. هاجي من عند العنصر اتنين هنا وهقسم بقى. هقسم المصفوفة بتاعتي، هتتقسم نصين. نص هيكون فيه مجموعة العناصر اللي قبل التلاتة، ونص تاني مجموعة العناصر اللي بعد التلاتة. طيب هاجي لمجموعة العناصر اللي قبل التلاتة عندي، اللي هي دي. هنبدأ من هنا. بعمل ايه؟ نفس الطريقة، هحسب المد. المد بتساوي البداية. هنا صفر، واحد، اتنين، تلاتة. تبقى صفر زائد تلاتة على الاتنين. طيب تطلع بكام؟ تلاتة على الاتنين فيها الواحد ونص، تساوي واحد ونص. يبقى العنصر بتاعي هيبقى بيساوي واحد بس. يبقى المنتصف عندي بواحد. ابدأ من عند ال25. انا بقسم ازاي؟ انا باخد من الستارت لحد الميد، دول العناصر مع بعض، ومن الميد زائد واحد لحد الاند او النهاية عندي. طيب فانا هاجي هنا من الستارت اللي هو ال36 هنا لحد الميدل عندي. الميدل عندي اللي هو العنصر 25 ده الاندكس بتاعه بواحد، هاخدهم مع بعض. بعد كده هاجي للميدل زائد واحد اللي هي من عند ال40 لحد الاند اللي هي الاتنين، هاخدهم برضو مع بعض. باجي على الخطوة اللي بعدها. انا طالما مسكت جزء هنا هكمله الاول، بعد كده هرجع اكمل باقي المصفوفة بتاعتي. طيب هاجي على العنصر اللي هو 36 و25. تعالوا نجيبوا الميدل بتاعه. الميدل بتاعه بيساوي ايه؟ صفر زائد واحد على الاتنين فيها النص، مفيش عنصر اسمه نص، فالعنصر هيبقى معايا صفر. الميدل عندي بصفر. طيب هاجي اخد العنصر لوحده هنا 36، وهاجي اخد ال25 لوحدها. كده خلصت اول جزء في الميرج سورت، ان انا قسمت لحد ما وصلت ان كل عنصر بقى لوحده. بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بعمل الميرج. خطوة الميرج بقى ان انا برتب العناصر. باجي اشوف الصغير واجيبه في الاول، بعد كده الكبير. هنا عند ال25 الصغير فجبته في الاول، بعد كده ال36 فجبته زي ما هو. بس هسيب الخطوة دي وهرجع اكمل بقية الليست اللي عندي. من عند ال40 والاتنين. هاجي اجيب المنتصف بتاعهم. يقول لي ان الميدل بيساوي الصفر. طيب فهاجي اقسم العنصرين، الستارت لوحده لحد الميدل. الستارت والميدل نفس العنصر، فخلاص هتبقى ال40 ده هو اول عنصر عندي، والاند عندي هو الاتنين. تمام. بعد ما قسمتهم لحد ما وصلت ان كل عنصر لوحده، هعمل ايه؟ هبدأ ان انا اجمعهم، الكبير من الصغير للكبير. ببدأ من الشمال، فهيجي هنا العنصر الصغير عندي هو الاتنين، والكبير هو ال40. بعد كده عندي اكبر خطوة بقى، او مش اكبر خطوة، اللي قبل الاخيرة، ان انا بجمع كده انا خلصت الجزء اللي على الشمال كله. الجزء كده، الجزء اللي على الشمال كله خلص. باجي هنا في اخر خطوة، وان انا اجمع العناصر بتاعتي بس في خطوة الميرج. طيب فباجي ان انا اشوف اصغر عنصر في الاربعة اللي عندي دول، وهو الاتنين، فهجيبه في الاول. بعد كده العنصر اللي بعده 25 فهجيبه في الاول. بعد كده ال36 فهجيبها في الاول. بعد كده ال40 فهجيبها في بعدهم يعني. طيب كده نكون خلصنا اول جزء. تعالوا ننظف بس الليلة دي كلها عشان ايه؟ شوف الجزء التاني بيقول ايه. نروح للجزء التاني. احنا هنا قلنا أربعة، خمسة، ستة. طيب هاجي أجيب الميدل بتاعهم. تبقى الميدل بتاعتهم بتساوي أربعة وستة، عشرة على الاتنين فيها الخمسة. فالعنصر الخامس هنا هاجي من عنده وهقسم. هجيب العناصر هنا، هاخد من أول من الستارت لحد الإند، اللي هو هنا اهو. هاخد من عند ال80 هنا وهقسم. هاخد من الستارت من عند ال7 اللي هو اول عنصر لحد الميدل اللي هو ال80، وهحطهم مع بعض.
وهاخد من الميدل زائد واحد للاند. طيب الميدل زائد الواحد والاند نفس العنصر، فخلاص هاخده لوحده زي ما هو. هاجي اكمل الجزء اللي هنا لحد ما اخلصه، مش هسيبه غير لما اخلي كل عنصر لوحده وبعد كده ارتبهم. فهاجي اشوف احسب الميدل، صفر زائد الواحد على الاتنين تطلع بنص، يبقى العنصر الميدل عندي بصفر. فاجي اقسم العنصر السبعة لوحدها والتمانين لوحدها. بعد كده هرجع اعمل خطوة الميدج، فهرجع ان انا ارتبهم. العنصر الصغير هو السبعة، بعده التمانين، بعد كده هسيبهم زي ما هما وهرجع ان انا اكمل بقية الليست عندنا في النص الاخير. عند ال15 هتنزل زي ما هي، هتنزل لحد ما تترتب معاهم هنا. فهاجي هنا في الجزء ده اشوف الصغير للكبير، السبعة بعدين ال15 بعدين التمانين. كده اكون خلصت الجزء ده برضو، وكده الجزئين اللي معانا خلصوا. اخر خطوة عندي بقى هي الميرج، ان انا برتب العناصر كلها، وده اللي هو الجزء التاني في الالغوريزم لو فاكرينه، اللي هو كان موجود فيه اربع حاجات، اللي هو الاري والستارت والميدل والاند. هنرجع لهم دلوقتي واحنا بنبص على الاري وهفكركم بيهم. طيب يبقى هنا عندي ترتيب العناصر، هناخد الجزء ده كده والجزء ده. اول عنصر او الاصغر هو الاتنين، بعد كده السبعة بعد كده ال15 بعد كده ال25 36 40 80. طيب تعالوا نبص على الالغوريزم بتاعنا عشان نوضح الدنيا دي اكتر من كده كمان. طيب تعالوا نبص كده باختصار على الالغوريزم اللي عندنا. هاجي على خطوة الميرج، ودي هي اللي هرتب بيها العناصر. طيب تعالوا ناخد بس ايه الالغوريزم خطوة بخطوة كده. هنا بيقول لي اف الستارت اقل من الاند. طيب يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لي ان لازم يكون الاري اللي عندي فيها ما لا يقل عن عنصرين. يعني ايه لازم يكون فيها اكتر من يعني عنصرين او اكتر؟ ليه؟ لان لو الاري فيها عنصر واحد فهتبقى الستارت هي الاند، فخلاص انا مش هحتاج ان انا اعمل اي حاجه. فلازم على الاقل انها تكون فيها اكتر من عنصرين. طيب هاجي بعد كده في الخطوه اللي هنا بيقول لي هحسب الميدل او المنتصف. اول حاجه بعملها المنتصف، قلنا ان القانون بتاعه الستارت زائد الاند على الاتنين. طيب بعد كده هدخل في الميرج سورت. الميرج سورت دي اللي هي الخطوه الاولى. هنا انا بعمل ايه؟ هنا عندي اشوف الستارت وهحسب الميدل بتاعتي. طب ليه هحسب الميدل بتاعتي؟ هحسبه عشان اتحقق من الشرط اللي عندي، اللي هو ان الستارت اقل من الاند. فلازم احسب الميدل عندي في الخطوة التانية دي، عشان هنا بطلع المنتصف بتاع الاري. بعد كده بروح للجزء التاني، الميرج سورت برضو هنا ده الجزء اللي بعد المنتصف. هنا انا بزود واحد على الميدل عشان اشوف النص التاني من الاري، واشوف الاند بتاعتي وابدا ان انا اتحقق من الشرط اللي عندي. دي باختصار الخطوة لحد ما هخلي كل عنصر يبقى لوحده. طيب تعالوا نشوف خطوة الترتيب اللي عندنا. خطوة الترتيب اللي عندنا بيقول لي هنا عندي temp create array temp of same size array. طيب يعني ايه الكلام ده باختصار؟ بيقول لي ان انا هعمل مصفوفة مؤقتة، والمصفوفة دي اسمها التمب، تمام، وهعملها بنفس الحجم بتاع المصفوفة بتاعت الاري. طب ليه هعملها؟ عشان انسخ فيها العناصر بشكل مؤقت، عشان يعني لما اجي اعمل المقارنة ما لخبطش البيانات الاصلية اللي عندي. فتمام انا بعمل مصفوفة مؤقتة اسمها التمب، وبعملها بنفس حجم الاري عشان انسخ فيها العناصر بشكل مؤقت. طيب ليه بعملها؟ عشان ما لخبطش البيانات الاصلية وانا بقارن. طيب هاجي على الخطوة التانية هنا. بيقول لي الخطوة التانية هنا بيخلي لي، بيقول لي ان يعني ان المؤشر هيبدأ من اول الجزء الاول. يعني المؤشر هنا هيبدأ من اول الجزء الاول لحد الميدل، والمؤشر بتاع الجزء التاني هيبدأ من الميدل زي الواحد، ميدل زائد واحد لحد الاند. طيب بالنسبة للكي، يعني ايه الكي بتساوي الستارت؟ ده اللي هحط فيه العنصر الحالي في التمب، يعني انا هحفظه في التمب مؤقت. طيب هاجي على الخطوة التالتة. بيقول لي ان عندي لوم هنا الوايل لو الاي اقل من او تساوي الميدل اند الجي اقل من او تساوي الاند. طول ما في لسه عناصر في الجزئين هبدأ ان انا اقارن. طيب تعالوا نشوف الشرط. بيقول لي هنا ان الاري بتاعت اري للاي اكبر من الاري للجي. يعني ايه اري اي اكبر من الاري للجي؟ بيقول لي لو العنصر اللي في الجزء الاول اللي هو الاي اكبر من العنصر اللي في الجزء الثاني اللي هو الجي. هنا اهو هعمل ايه بقى؟ بيقول لي هحط العنصر الاصغر اللي في الجزء الثاني في التمب. العنصر الاصغر اللي هو في الجزء الثاني اللي هو قلنا الجي، هحطه في التمب بتاعتي، وهزود على الكي والجي واحد.
هنا هو بيقول لي هزود على الكي واحد وهزود على الجي واحد. طيب تعالوا نوضح احنا ليه هنزود هنا واحد وليه هنزود هنا واحد. الكي انا هزود عليها واحد ليه؟ عشان انا بعد ما خلاص خلصت العنصر اللي انا واقف عليه، فانا عايز اروح اخزن في مكان بعده، فخلاص هزود على الكي واحد. لكن في حالة ان الجي والاي لما ازود عليهم واحد سواء هنا او هنا، انا هزود عليهم واحد ليه؟ عشان انا دلوقتي بعد ما خلصت عنصر معين فانا عايز اروح للعنصر اللي بعده عشان ابدا ان انا اقارن بيه برضه. طيب هاجي هنا على الخطوة الرابعة، بيقول لي ان الاي اقل من او تساوي الميدل. يعني ايه الاي اقل من او تساوي الميدل؟ بيقول لي يعني لو في عناصر باقية في النص الاول هنسخها زي ما هي في التمب. طب ليه؟ عشان العناصر اللي في الجزء التاني اصلا خلصت ومفيش عناصر اقارن بيها. يعني بيقول لي هنا انا دلوقتي خلصت العناصر اللي في الجزء التاني كله، ولسه عندي عناصر في الجزء الاول، هعمل فيها ايه؟ هنسخها زي ما هي للتمب، عشان انا ما عنديش عناصر في الجزء التاني اقارن بيها اصلا العناصر اللي في الجزء الاول. دي الخطوه بتاعتها. وهنا زي ما قلنا بنزود واحد عشان نحفظ في مكان جديد، وهنا الاي بنزود واحد عشان نشوف العنصر اللي بعده يعني. طيب هنيجي على الخطوه الخامسه، هو بيقول لي ان الوايل للجي اقل من او تساوي الاند. يعني ايه؟ هي دي هتبقى نفس الكلام، الخطوه دي كلها الخمسه نفس الكلام للكلام اللي قلناه في الخطوه الرابعه، هنا نفس الكلام اللي قلناه في الخطوه الرابعه، بس مع الاي بقى، مع الجي اقصد، مش مع الاي. احنا فوق اتكلمنا مع الاي، تحت هنا هنتكلم مع الجي، نفس الكلام بالظبط. بعد كده في اخر خطوه بيقول لي اللوب فروم بي بتساوي ستارت تو اند. بيقول لي يعني ان انا بعد ما خلصت الدمج في التمب هعمل ايه؟ بيقول لي هنسخ النتيجه النتيجه النهائيه للاري هنا اهي. هاخد النتيجه النهائيه اللي عندي في التمب واحفظها في الاري، وبكده اكون خلصت الالغوريزم اللي عندنا، وده اخر الغوريزم في المنهج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.